اهلا بيكم. وهو سؤال مهم جدا اللي حضرتك بتسأله المفروض ان احنا لما نيجي نعمل الحمام ونركب فيه المواسير، سواء مواسير المياه الحلوة او مواسير الصرف، هل ندفنهم ولا نخليهم بره وليه؟ طبعا هو الطبيعي دلوقتي الناس كلها بتخمل المواسير دفن. طيب لما تعمل المواسير دفن ونيجي نحط عليه الصبة بتاعة الأسمنت العازل اللي هو الميكا سيل، أصبح في عندنا مشكلة. لو حصل إن في تسريب أو حصل إن في حاجة، المية دي هتتحبس بين الصبة وبين الدنيا. ولو أنا حبيت أصلح هضطر أكسر السيراميك وأكسر المواسير وأكسر الصبة بتاعة الميكا سيل، وكل ده عشان أصلح الصرف اللي هو فيه مشكلة. تمام؟ طيب ايه الحل؟ ايه الصح؟ المفروض انا اعمل ايه في حاجه زي كده؟ هو طبعا الطبيعي ان احنا زي ما قلنا ان احنا بنحط الصبه فوق الصرف بتاعنا، ولكن لازم نكون متاكدين من الميول ومتاكدين من الضغط وعاملين كل الاختبارات اللي حصلت. لكن يا سيدي حصل لا قدر الله في بعد كده تسريب، في عندنا اختيار من اتنين: اما ان احنا اصلا مواسير الصرف دي بنحطها جوه مواسير اكبر منها شويه، بحيث ان الماسوره اللي هي فيها الصرف الحقيقي جوه ماسوره تانية، عشان لما اجي احط الصرف عليها، الصرف العزل او الصبه دي ما تضغطش عليها فتعمل لها نوع من انواع التآكل، ويبقى الماسوره الاكبر عامله نوع من الحمايه. ونفس القصة في مواسير المية الحلوة. اما ان انا اعمل كل الاختبارات المهمة بتاعتي واتأكد ان الدنيا 100% واركب. طبعا الاختيار ان انا احط المواسير جوه مواسير هو مكلف، ولكنه بيبقى اضمن وبيعيش اكتر. الاختيار التاني هو اقل في التكلفة، ولكنه بيكون بالنسبة لنا مناسب جدا وقادر ان هو يحقق لنا كل الرغبة بتاعتنا. دي مدرسة بتقول كده ودي مدرسة بتقول كده، وده شغال وده شغال، والاختيار لحضرتك. لكن في الآخر في أي تصميم هندسي أو أي شغل أنت بتعمله بيحكمك حاجات معينة، أهمها التكلفة. أنا هكلف كتير قوي وهعمل كتير قوي، هاخد شغل عالي قوي. أنا بكلف نص نص بيبقى ليه وضع تاني، أنا بكلف على قده وبيبقى له وضع تاني. لكن زي ما بنقول دايما، ما تاخدش القرار نيابة عن عميلك، خير عميلك وسيبه هو اللي يختار، وبعد كده اشتغل عشان تبقى انت في الامان ومطمن 100%. وزي ما اتفقنا ان مايكا جروب بتقدم كل الاستشارات الهندسية، واحنا تحت امركم في اي وقت. ودمتم بخير، وما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله.